لو احنا هنعمل عملية اللحمية لازم اشيل اللوز معاها ولا ممكن اعمل عملية اللحمية بس؟ ده سؤال بيتكرر بشكل كبير من الاباء والامهات لو الطفل عنده مشاكل في اللحمية وما عندوش مشاكل في اللوز، هل لازم يشيلهم هما الاتنين مع بعض ولا ممكن يشيل اللحمية؟ ده سؤال مهم جدا وده هيعتمد على حاجتين. اول حاجة، هل بيحصل التهابات متكررة في اللوز ولا لا؟ لو بيحصل التهابات بشكل معين لازم نشيل الاتنين مع بعض. لو ما بيحصلش التهابات هيعتمد على حجم اللوز. لو حجم اللوز صغير ومش كبير ممكن نعمل عملية اللحمية فقط لا غير، انما لو حجم اللوز حجمها كبير شوية يبقى الافضل ان احنا نشيلهم الاتنين مع بعض. طيب هل لو عملت الاتنين مع بعض هل هيؤدي لخطورة على المريض او على الطفل؟ لو المريض او الطفل اكتر من 3 سنين او 4 سنين في الاغلب ما بيحصلش اي مشاكل، جهازه المناعي بيكون مكتمل بشكل كبير وبالتالي مفيش اي مشاكل. طب هل لو عملنا اللحمية بس ممكن او هضطر ان انا اعمل عملية اللوز فيما بعد؟ في بعض الاحيان بيحصل حاجة اسمها فيسيولوجيكال هايبرتروفي او حجم اللوز بيكبر شوية بعد ما بنشيل اللحمية، وبالتالي في بعض الاحيان بنحتاج ان احنا نشيلهم مع بعض. فالموضوع مفيش صح ومفيش غلط، في ان احنا بنقيم كل حاجة او كل حالة لوحدها، بنشوف ايه الانسب ليها وبنعملها.